تكنولوجيا. من استوديو راديو دنجل زلال، طابت أوقاتكم أعزائنا في برنامجنا تكنولوجيا. لنذهب معا في هذه الحلقة إلى الفضاء الخارجي ونستكشف آخر التطورات والأخبار. فريق عمل بالجامعة الأمريكية يبتكر ألواح من البلاستيك للإضاءة بالطاقة الشمسية. نفذ فريق عمل بالجامعة الأمريكية تجربة تصميم ألواح من البلاستيك لتحسين الإضاءة بالمناطق المظلمة بنحو ضعفي في فصل الخريف و4 أضعاف في فصل الشتاء. وقام بالتجربة العلمية الجديدة طلاب الدراسات العليا بالجامعة تحت إشراف الدكتور خالد نصار، أستاذ مساعد قسم الهندسة الإنشائية بالجامعة وأساتذة من جامعة عين الشمس. وقال الدكتور خالد نصار: التجربة العلمية تقوم على تصنيع قطعة من البلاستيك المضلع يتم تركيبها على حافات أسطح المنازل وجوانب المباني لتوجيه ضوء الشمس نحو الأزقة والطوابق السفلية، وذلك لإضفاء الإضاءة أثناء النهار، مضيفا أنه يتم إمالة اللوحة بزاوية ويتدلى نحو متر واحد منها على حافة المبنى لكي تعكس ضوء الشمس على شارع أسفل المبنى. وأوضح أنه تم تصميم هذه الألواح لتواصل إنارة الشارع حتى مع حدوث تغيرات في وضع الشمس في السماء طوال اليوم، وهو ما يوائم بيئة الشرق الأوسط بصفة خاصة. وأكد أن التجربة الجديدة غير مهدرة للتكلفة، وتعد هذه الألواح مصدرا للطاقة المستدامة بدلا من استخدام الكهرباء في إضاءة أعمدة الإنارة المتواجدة بالشوارع أو الساحات الخلفية، موضحا أن استخدام هذه الألواح الطاقة الشمسية في إنارة المناطق المظلمة أيضا. وقام الفريق البحثي الذي حصل على تمويل لاختبار الألواح من قبل صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية بتصنيع نموذجين، الأول نموذج مصغر والآخر نموذج بالحجم الحقيقي للألواح. ويشار إلى أن البحث حمل عنوان إنارة المناطق الحضرية المظلمة باستخدام ألواح تعيد توجيه الضوء، ونشر في الدورية العلمية حيث يوضح التصميم والاستخدامات الممكنة للألواح بشكل تفصيلي. التخدير يمكن أن يسبب فقدان الذاكرة على المدى الطويل. كشفت أحدث الأبحاث الطبية إلى إمكانية أن يسبب التخدير المرضي إلى إضعاف الإدراك واعتلال الذاكرة على المدى الطويل. وأوضح الباحثون احتمال وجود مريض يعاني من ضعف الإدراك في المقام الأول، وذلك وفقا للسن والحالة الصحية، ليزيد التخدير من زيادة فرص حدوث التعقيدات ومشاكل من جراء التخدير. يعمل التخدير على تنشيط فقدان مستقبلات الذاكرة في المخ وضمان أن المرضى لا يتذكرون الأحداث أثناء الجراحة، حيث وجد الباحثون أن النشاط مستقبلات فقدان الذاكرة لا تزال طويلة بعد أن ترك المخدر المريض. ففي هذه الدراسة أعطى الباحثون الفئران الذكور الأصحاء جرعة منخفضة من مخدر ل20 دقيقة فقط. وجدت أن نشاط مستقبلات فقدان الذاكرة زادت لمدة أسبوع بعد ذلك. وبحسب الدراسة فإن من أصل 10 أشخاص يعاني شخص واحد من ضعف الإدراك بعد 3 أشهر. الكاكاو يحوي مادة تحسن ذاكرة كبار السن. أشارت دراسة أمريكية جديدة إلى أن الكاكاو يمكنه أن يحسن من الذاكرة في كبار السن في الأفراد المصابين بفقدان الذاكرة. ووفقا لموقع هيلث داي الطبي الأمريكي المختص بالصحة، فإن الدراسة قادها البروفيسور سكوت سمول مدير مركز بحوث مرض زهايمر التابع لمعهد توب بجامعة كولومبيا في نيويورك، وشملت مشروب كاكاو مصنوعا بطريقة معينة تمت تجربته لمدة 3 أشهر على مرضى كبار السن. جاءت النتائج بأنه بإمكان هذه الوصفة من الكاكاو إعادة ذاكرة كبار السن البالغين 60 سنة إلى حدتها خلال أربعيناتهم.
ويؤكد الباحثون أن الدراسة ليس لها علاقة بالشوكولا، لكن بمادة فلافونول الموجودة في العديد من الفواكه والخضروات وأوراق الشاي والكاكاو الخام، مما يذكر أنه تم تحضير المشروب المستخدم في الدراسة من مسحوق غني بمادة فلافونول وخلطه باللبن وإعطائه للمشاركين الذين بلغ عددهم 37 مشاركا من كبار السن. لكن يهاجم بعض الخبراء النتائج ويؤكدون أنها تحتاج إلى مزيد من الدراسة لتأكيدها، بالإضافة لزيادة عدد المتطوعين المشاركين فيها حتى يمكن الحكم على أثر المادة الفعالة. التخدير يسبب فقدان الذاكرة والكاكاو يحسنها. اكتشاف فيروس يجعل البشر أكثر غباء. اكتشف علماء أمريكيون بالصدفة فيروسا جديدا قادر على إصابة الإنسان وجعله أكثر غباء والتقليل من قدراته الإدراكية والمعرفية. جاء اكتشاف الفيروس بالصدفة بينما كان العلماء عاكفين على دراسة علمية متعلقة بالميكروبات والتي تصيب حناجر الإنسان، واكتشف العلماء أن الحمض النووي في حناجر الأشخاص الأصحاء يطابق الحمض النووي لأحد الفيروسات والتي تصيب الطحالب الخضراء أيضا بحسب صحيفة Independent البريطانية. وعثر العلماء على الفيروس في 40 شخصا من ضمن 90 ساهموا بالدراسة. وأجرى الباحثون اختبارات معرفية وسلوكية مختلفة لجميع المشتركين، وكانت نتائجه المصابين بالفيروس هي الأقل بشكل واضح. وأشار علماء الفيروسات روبرت يولكن إلى أن الاكتشاف الجديد يمثل دليلا واضحا على مدى قدرة الكائنات الحية الدقيقة في جسم الإنسان على تغيير إدراكه وسلوكه. ونشرت الدورية الرسمية للأكاديمية الوطنية للعلوم بالولايات المتحدة الأمريكية نتائج الدراسة. حمامات الشمس تحمل خطر الإدمان. أشارت نتائج دراسة بريطانية حديثة إلى أن التعرض لأشعة الشمس بصورة منتظمة بغرض اكتساب لون البشرة النحاسي لا يزيد فحسب من احتمالات الإصابة بسرطان الجلد، بل إنه يدخل في خانة الإدمان. توصلت الدراسة إلى أن التعرض لأشعة الشمس والأشعة فوق البنفسجية بصورة مزمنة يتسبب في إفراز هرمونات الأندورفين المسؤولة عن مظاهر النضارة والحيوية في الجسم، وهي الهرمونات التي تعمل بيولوجيا ووظيفيا مثل المواد المخدرة كالهيروين والمورفين. وأجريت الدراسة على فئران التجارب معمليا، إلى أن الباحثين يرون أن بالإمكان تطبيقها على البشر، لأن رد الفعل البيولوجي للجلد على الأشعة فوق البنفسجية عند الفئران يضاهي مثيله لدى الإنسان. وتوصلت الدراسة إلى أن التعرض بصورة منتظمة للأشعة فوق البنفسجية أدى إلى تغيير جسماني وسلوك إدماني لدى فئران التجارب. وقال الباحثون إنه بعد علاج حيوانات التجارب بعقار يثبط نشاط الهرمون الأندروفين ظهرت عليها أعراض الانسحاب مثل ارتعاش الجسم والارتجاف واصطكاك الأسنان. وقال الباحثون في الدراسة التي أوردتها دورية سيل إن الطبيعة الإدمانية للتعرض للأشعة فوق البنفسجية ربما تسهم في زيادة احتمالات الإصابة بسرطان الجلد لدى البشر. وقال ديفيد فيشر خبير الأمراض الجلدية في كلية الطب في هارفارد الذي أشرف على الدراسة إنه نفس المسار الإدماني الخطير، وأكد إنه من الناحية النظرية فإن سرطان الجلد المتعلق بالتعرض لأشعة الشمس يمكن الوقاية التامة منه ببساطة بمجرد عدم التعرض للشمس، إلا أن الطبيعة الإدمانية للتعرض للأشعة فوق البنفسجية ربما تفسر ما يبديه البعض من التهافت على التعرض لدبغة الشمس. وأضاف أيضا أن سلوك التعرض للشمس تتسبب فيه دوافع قوية تتجاوز مجرد الرغبة في ممارسة الرياضة، وأيضا هناك أمر آخر يدفع إلى هذا السلوك.
أعزائي لنعود معا إلى استوديو دنجي زلال. كنت معكم أحمد شيخموس، انتظروني في الحلقة القادمة لأقدم لكم آخر أخبار تكنولوجيا الفضاء. لا تذهبوا بعيدا، دمتم بخير.